الله يسعد لي كل أوقاتكم يا أحلى متابعين. رح نعمل اليوم كيكة الترند، كيكة أحمد الزامل، طبعا بطريقة سهلة ولذيذة، والسر إنها بتطلع طرية وغنية بالنكهات. وإذا كنتم من عشاق الشوكولاتة مثلي فهاي الوصفة رح تصير مفضلة عندكم. خلينا نبلش. أول إشي بنحتاج كيك، ممكن تجيبوا كيك جاهز أو ممكن تعملوا كيك بالبيت. أنا عملته عندي في البيت وطريقته موجودة عندي بالقناة. أول إشي هلأ بعمله بقطع الكيك على طريقة شرائح وبوزعهم بالبايركس. طبعا لازم تكونوا عارفين ومتأكدين إنه ما يكون في أي فراغات بين الكيكة حتى تزبط معنا بالطريقة اللي بدنا إياها. هون أنا بعبي البايركس كامل كيك، وطبعا إذا ما بتقدر تشتروها جاهز ممكن تعملوها في البيت بطريقة كتير سهلة موجودة في قناتي مع نصائح لحتى يزبط الكيك. وهلأ بعد ما وزعت الكيك في كل مكان ببلش أشربها بعصير حليب الشوكولاتة. طبعا بتقدروا تشتروا من برا أو بتقدروا تعملوا في البيت. إذا بدكم تعملوا في البيت فأنتوا بتحتاجوا كوب حليب كبير مع معلقة كاكاو وسكر حسب الرغبة، وبتحطوه على النار لا يغلي وبعدين بتستنوه يبرد. وهلأ هيك بنكون خلصنا الطبقة الأولى وبنبلش بالطبقة الثانية. بنحتاج 300 جرام جبنة كريمية، طبعا كل المكونات راح أكتب لكم إياها تحت بالوصف. وكمان نحتاج كوب ونص كريمة خفق، معلقتين كبار قشطة، ورشة فانيلا، وآخر إشي بنحتاج كوب حليب مكثف محلى، وبنخفقهم مع بعض لحتى يصير عندي القوام الكريمي. وهيك بتكون عندنا الطبقة الثانية جاهزة وبحطها فوق الطبقة الأولى. والكمية اللي بتزيد طبعا بنحطها بالفريزر وبنستخدمها لوصفات تانية. وهلأ بفرد الكريمة وبعدين بحطها بالثلاجة. وهلأ رح نبلش نعمل بالطبقة الثالثة. بنحتاج شوكولاتة وكوب كريمة سائلة. طبعا هون ممكن تستخدموا بالميكروويف لتذوبوها أو ممكن تعملوا لها حمام مائي. أنا عملت لها حمام مائي حتى أذوبها. وهيك طلع معي شكلها بعد ما استخدمت حمام مائي وذوبتها. طبعا ممكن تحطوها بالفريزر حتى تتقل شوي. أنا حطيتها شوي بالفريزر لتتقل ولا تصير معي بهذا القوام، وبوزعها على الكيك. وهلأ هيك بنكون خلصنا الطبقة الثالثة. بضل عنا الطبقة الثانية، بنحتاج كورن فليكس مع كاكاو وشوكولاتة. بنحط الكورن فليكس أول إشي، وبعدين بحط شوكولاتة وبحركهم كتير كتير منيح. طبعا أنا استخدمت هون كيس نايلون. وهلأ بحط الكاكاو وبحركهم كتير منيح. وهلأ هون ببلش أوزع فيهم على الكيك تبعتنا. وهيك بتكون جهزت معنا أطيب كيكة، وعن جد بتستاهل إنها تكون ترند لإنها كتير زاكية وكتير طيبة. طبعا ممكن تحطوها بالثلاجة، لازم تحطوها بالثلاجة لحتى تتماسك معكم. وهون بس أنا حبيت أفرجيكم القوام قديش كتير طيب وقديش كتير زاكي، والأطفال كتير رح يحبوها. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد. ومع السلامة.